نتكلم اليوم عن الواقع الزراعي في مقاطعة الشهباء في ظل الظروف الصعبة كم ناحية اقتصادية ومن الناحية الأمنية على المنطقة. هذا بالنسبة للزراعة تعتبر هي الدخل الأساسي لكافة الشعب الموجود، العوائل الموجودة في المنطقة. تقريبا المساحة القابلة للزراعة في المنطقة حوالي 30,000 هكتار، والمحاصيل الأساسية التي تشتهر فيها المنطقة هي المحاصيل البعلية مثل القمح، الشعير، البقوليات، أيضا الكمون، الحبة السوداء، الكزبرة وإلى ما هنالك. أيضا بالنسبة للمحاصيل المروية الأساسية هي الخضار، البطاطا، البصل، الثوم، أيضا الفول. أيضا المنطقة يوجد فيها كروم الزيتون، كروم الفستق الحلبي، وأيضا الدوالي. يوجد ضمن هالأراضي هي أيضا في أراضي اللي مزروعة على خط الجبهة، يوجد صعوبة في زراعتها. تقريبا المساحة المزروعة حوالي 5000 هكتار، تمتد على طول خط الجبهة مع الاحتلال التركي من شيراوة غربا حتى النيربية شرقا. والأراضي الغير قابلة للزراعة بحكم أنه واقعة في منطقة الجبهة نتيجة التعديات الاحتلال التركي نتيجة القصف، تقريبا حوالي 6000 إلى 7000 هكتار. بالنسبة المنطقة تشتهر كما ذكرنا بالمحاصيل الأساسية، هي محاصيل القمح البعلي والمروي، أيضا محاصيل الشعير. بالنسبة للكميات قامت هيئة الاقتصاد والزراعة يعني للتخفيف على المزارعين في المنطقة، تخفيف العبء عليهم نتيجة الحصار، نتيجة قلة المواد المتاحة، بتأمين المواد الأساسية مثل المازوت الزراعي. تم خلال الموسم الماضي توزيع تقريبا حوالي 2000 كمية مازوت تكفي ل 2000 هكتار قمح، يعني القمح المروي تم تخصيص كمية المازوت تكفي لري 2000 هكتار. أيضا قامت الهيئة الاقتصاد والزراعة بتوزيع مادة السماد التي تعتبر مادة أساسية لنجاح المحاصيل المزروعة. نعمل حاليا على توزيع بذار القمح والشعير، وبذار القمح مغربل ومعقم بسعر تقريبا بسعر تشجيعي، يعني سعر الكيلو الواحد 2500 ليرة. بالنسبة لبذار الشعير سعر البذار الشعير المعقم والمغربل 2100 ليرة سوري. يعتبر هذا السعر تشجيعي للمزارعين. عن تأثير الحصار على الزراعة، الحصار بشكل عام تأثيره على الزراعة تأثير جدا سلبي وكارثي، يعني نتيجة قلة الموارد الموجودة في المنطقة، خاصة مقاطعة الشهباء تعتبر محاصرة من كل الأطراف كافة الجوانب، خاصة الطرف الشمالي طرف الاحتلال التركي ومرتزقة أردوغان. بالنسبة للحصار نعمل أنه تأثيراته يعني قلة المساحات المروية المزروعة، أيضا غلاء أسعار المواد نتيجة ندرتها في الأسواق، خاصة يعني السماد والأدوية الزراعية، البذار، العلف. الحصار أيضا يعمل أنه قلة الموارد الموجودة في المنطقة، ضعف الإنتاج الزراعي وقلة الإنتاج الزراعي من حيث الكمية والنوعية. بالنسبة للحصار الحكومة السورية متمثلة بالفرقة الرابعة يعني تعمل على منع دخول المواد الأساسية للمنطقة. من هالمواد هاي مواد مستلزمات الإنتاج الزراعي، وهذا الشيء ينعكس على الواقع الزراعي في مقاطعة الشهباء بشكل سلبي. والتأثيرات عم تقل المساحة المزروعة، عم تقل الاكتفاء الذاتي، خاصة موضوع الطحين وإنتاج القمع، عم يقل الفرص العمل وتشغيل العاملة في المنطقة. يعني بالتالي يعني ضعف الزراعة والاقتصاد في المنطقة نتيجة عدم زراعة الأراضي بالطريقة السليمة في مقاطعة الشهباء. بالنسبة للموسم الماضي موسم 2022 وقت الحصاد، يعني علاوة عن ظروف الحصار وأيضا تأثير المناخ وقلة الأمطار وظروف الجفاف التي مرت على هذه المنطقة وقت في موسم الحصاد، يعني كل هذه الصعوبات التي يعني تواجه المزارعين عمدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته على قصف المناطق في مقاطعة الشهباء، خاصة يعني حتى الأراضي الزراعية وقت موسم الحصاد أدى لاحتراق عشرات الهكتارات بل مئات الهكتارات. وهذا الشيء أثر على الوضع الاقتصادي للأهالي الموجودين في المنطقة. محمد شيخ من مناطق الشهباء،
نحن كمزارعين في صعوبات كتيرة بسبب المازوت. البدار غالي، كل شي غالي يعني، وعم نلاقي صعوبات كتيرة لنزرع أراضينا، لنعيش منها، لنعيش الشعب اللي موجود فيها. كمثل حنطة بدها إجباري مازوت لتنسقي، مازوت معه بيجي من الطرف الرابعة ما بتخلي مازوت يفوت. وشوفت عينكم يعني شعب هون مستوي، لا مازوت فيه لا شغل فيه. عم نزرع الأراضي هاي مشان طالع منا قمح، ومع قمح نسوي طحين مشان خبز. وهي الظروفات هيك عم تعدي علينا صار فترة كبيرة، صعوبات كتيرة من طرف الرابعة ما بتخلي مازوت يفوت. وإيش بدنا نساوي؟ حالته المادية كويسة، عم بركب طاقة شمسية، عم مشي أموره. كحالته صفر مثلنا نحن، على المازوت عم نشتري المازوت غالي ب9000 و10000. الشعير والحنطة، هاي موسم الأراضي هلق عم تنزرع شعير وحنطة. هدول إجباري بدنا مازوت مشان سقية الحنطة. يعني إذا ما في حنطة ما في مازوت، ما في حنطة، يعني ما في شعب ياكل. الحنطة هي عم تصير طحين، كل الشعب بيعرف إنه هذه المواد هاي هيك اختصاصاتها. ومازوت ما في، والأسعار كلها غالية.